يا طالب الدبس من طيز النمس، قريت تعليقات الناس على بيان الشيخ غزال غزال، وصراحة وعن جد زعلت عليهم لأول مرة حسيت بكمية وجع جوا كلماتهم، لأنهم واضحين مكسورين من جوا ومصدومين، مثل يلي كان منتظر موقف أكبر من هيك وطبق عليه المثل يا طالب الدبس من طيز النمس. بس كل شيء إجا عكس التوقعات، وبدل ما يلاقي حاله تحت جناح دولة ما، فرنسا مثلا، بين قوسين الحماية الدولية، لا حاله بلا غطاء ولا سقف. صفحاته النفسها عم تنتف ببعض، ناس عم تتهم ناس بالخيانة، ناس عم تبكي على حلم انتهى، وناس عم تقول الكل باعنا ورضينا نعيش بذل. مين بده يعيشك بذل؟ أنا شخصيا ولا مرة شفت الدولة قالت بدها تذل حدا. من أول يوم مدت إيدها للكل وقالت اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا طلبت من حدا يترك دينه ولا أصله ولا كرامته، طالبتك بشي بسيط: كون مواطن مثلك مثلي، لا فوق ولا تحت. وبالإضافة إنه عندك كم مجرم سلمنا إياهم وعفى الله عما مضى. نحن عم نحكي كم مجرم، نحن ما عم نحكي على المجندين. انتبه، في ضباط ودكاترة ومهندسين هدول كلهم مفروض انه انت لو كنت مواطن سليم بفطرة سليمة كنت ابنك بتسلمه اذا كان مجرم. بس للأسف البعض منهم لسه مأخوذين ورا ناس مثل فتيحة وصفحات مثل خالو وخريان خليل خريان وهاروت وماروت وسمورة الجحش يلي عم يغزل لتقسيم البلد، وغيرهم وغيراتهم. عم يغذوهم بكلام وهمي ويزرعوا براسهم فكرة انه هي الدولة ما بتمثلهم. ليش حبيبي الدولة هي ما بتمثلك؟ ليش؟ مع انه الواقع عكس هيك. هي الدولة اليوم رجعت الاعتراف الدولي، رفعت العقوبات، فتحت المعتقلات، ورح تبني كل هذا مو باسم فئة ولا حزب ولا باسم شخصي، باسم سوريا. سوريا اللي بتجمعنا. نحن مو ضد حدا ولا منكره حدا. والثائر يوم أعلن الثورة لأنه انظلم، انتبه، وما بيرضى الظلم على حدا تاني. وبعرف انه في ناس انظلمت منكم، بس سبب الظلم كان التحريض والكراهية والتخوين والشماتة بالعدوان على سوريا. انتبهتوا انتوا من شهر 12 لتاريخ الشهر الماضي ونحن فايتين بنفس الدوامة. والسبب الأهم كان الأحداث الساحل هو اعتداء مجموعات انفصالية على الدولة ورجال الأمن، وانتوا ضمنيا بتعرفوا الحقيقة. أنا مع الحق، وبرجع بقلك في ناس منكم ظلمت بعرف، بس مشكلتكم كانت دايما مع الناس الغلط. الناس الغلط يلي بيسوقولكم قصص وهمية وبيسوقوكم على الهاوية. شفتوا بشار ترككن وهرب، كنتوا الأداة الأقوى والمؤتمنة على جرائمه. اعترفوا بالحقيقة، مكاسبكم من سلطة ونفوذ لمدة 50 سنة خسرتوها، ما استثمرتوها. هي مو غلطة الدولة الجديدة يا حبيبي. يلي بدي احكي لك اياه واللي بدي اوصل لك اياه، خليكم مع الدولة. هي الوحيدة التي تضمن ان تعيش مثلك مثل اي مواطن على ارض وتراب هذا الوطن. الناس شبعت شعارات وهوبرة، بدها استقرار امني وبدها استقرار مادي. لازم ترجع هاي البلد، ترجع تتعمر ونعيش فيها كلياتنا سوا، بس مو تحت حكم أقليات كما جرت العادة يا حبيبي، ولا صوت فوق صوت الأغلبية. انتبه، نرجع منقول للمرة الألف أو المليون: بكرة بصير انتخابات وكل حق بيرجع لأصحابه.